رسالة العراق لازم يصير عندكم ثقة كبير. أنا عدنان رسالة العراق عندي أهم من أهلي، واضح؟ فلذلك رجاء لا تسمعون هذا الكلام، لا تقبلوه ولا تزعجوني به، لأن لا تخلوني أوصل إلى مرحلة أنه عندما أتكلم راح أتكلم بعبارات اللي ما تليق أنه أنا تطلع من عندي، لأن هاي الناس اللي تتصرف بهالطريقة واللي تسيء على عدنان رجال عندها هدف، والتوقيت. شوفوا التوقيت هذا الزمنية اللي عندنا، وأنتم تعرفون كل زين أنه أنتم من بعد كأس الخليج تعرفون أنه أكو عملية منظمة انقادت أثناء بطولة كأس الخليج وما بعد كأس الخليج والوصول لهاي النقطة اللي احنا بيها الآن، وأنا أعرفها بالكامل ومكشوفة. ترى مكشوفة مو لعدنان، ترى مكشوفة حتى بالدولة، وأنا أعرف حتى من الدركودة. لذلك أنا عندما أتكلم وياكم كأخوان، وأنا لو والله لو أنا أعرفكم أنتم تحبون العراق أكثر من عندي، مو كذي، أكثر مني حريصين، لكن بنفس الوقت أنتم حريصين على برامجكم وتريدون تدعون برامجكم. بس اخوان انا بكم ان شاء الله. احيانا انت صح تحب نفسك وتحب برنامجك وتحب تنجح في المجال، لكن لا على حساب المصلحه العامه. انا ليش ما اطلع الان؟ انا نوبات اطلع ما اقدر اتكلم، ليش؟ لان انت ما تكلمت راح اشيل بلدي. انا اليوم هسه لو اجي ارد على فلان شخص راح اخليك انت حكيت، واحنا مراقبين.